السلام عليكم يا جماعة. أنا جاية أتكلم بخصوص الفيديو المتداول حاليا على السوشيال ميديا باسمي. أول حاجة، كمية القذف والشتائم، ما بس لي، لأهلي ولأصحابي اللي ما عندهم أي دخل. لو انتوا عندكم كلام عايزين توجهوا على الأقل وجهوا لي أنا، بس أهلي ما عندهم أي دخل في الموضوع. بس أنا حبيت أجي أتكلم وأوضح عشان الموضوع زاد عن حده جدا جدا. صراحة دي ما حاجة ينسكت عليها خالص. أنا هحكي لكم جانب من القصة، وبعد ده حتى لو ما اقتنعتوا ما مشكلة. المهم إنه أنا أكون برضو طلعت اتكلمت وسمعتوا الطرفين نوعا ما. طيب، إحنا عملنا عقدنا تمام بشهر 6 2025. المشاكل من قبل العقد كانت فيه، وبعد العقد زادت تمام. وأنا حتى يشهدوا علي ناس البيت، والله العظيم أمي وأبوي ديل حرفيا أنا وميسرة كنا بنتشاكل تقريبا كل يوم في التلفون، تقريبا كل يوم. تعبوا معانا. طيب، أنا كنت مكفولة شديد من العلاقة، بس بقت تجينا أفكار إنه هو قلت احتمال دي مشاكل ما قبل العرس، الشيطان كده الحاجات دي. وحتى أنا كنت عايزة انفصل كم مرة خلال العلاقة تمام. كم مرة كنت عايزة انفصل، ما مرة واحدة. بدليل إنه أنا قبل ما جيتي هنا تمام أنا ما كنت عايزة أجي. أوكي، وحنزل لكم كل الصور يعني عشان أكون برضو أنا اتكلمت من ناحيتي برضو. وهو كان دايما بيقول لي إنه معلش it's okay، حنعرف نتعامل مع بعض لما تجي هنا. فأنا قلت ما مشكلة، قلت يمكن بجد أنا ما عشت معاه، ما من حقي أحكم عليه فولي تمام قبل العرس، فاهمني؟ ولو دي خطتي يا جماعة، لو دي خطتي طيب إني أجي هنا، أنا ما باخد حساب الحاجات دي كلها. يا أخي أنا زول بطلع عليكم بعمل محتوى، ما باخد حساب إنه أنا لو عايزة أوقع ببني آدم قدر ده طيب أقوم شنو أغوش عليه. يا أخي أغوش عليه في عرس بابليك. طيب على الأقل يا جماعة أنا ما كان عملت حفلة وعزمت ناس، أنا ما كنت أصلا عايزة أعمل عرس من شدة الزعل. يعني أنا يوم عرسي هو مشاكل معي في قصة فستانك ما فستانك، في حين إنه الفستان إحنا كنا متفقين عليه. وانتوا عارفيني بتيجوا بازارات بتشتروا مني، تعاملتوا معي في شغل. في زول أنا جيت غلطت عليه قبل كده عشان أغلط على زول أنا هعرس وتتحسب لي عرسة يا جماعة؟ يعني خلوكم فاكرين إنه أنا حتى ما نزلت إني مطلقة لحد اللحظة، لأنه أنا ما كنت جاهزة لكلمة مطلقة والكلام اللي حيجي منكم، فما بالي ويجي معاه كلام تاني، فاهميني؟ وصل القصة هحكيها لكم. طيب، أنا مما جيت هنا أوكي كنت زعلانة اوريدي. طيب، كنت زعلانة، وبدليل إنه يعني حتى أنا صورت تيك توك وأنا في الطيارة، الناس بقت تقول لي ده شنو اللي انت لابساه، وده ما كان عندي نفس أجي، ما كان عندي نفس أجي خالص. والناس اللي بتقول لي انت ليه ما صورت فلوج العرس، انا ما كان عندي نفس اصور فلوج يا جماعه. احنا كنا في مشاكل 24 ساعه، وانا يعني there is no way انا عايزه اليوكي this bad. ما اكذب عليكم، ما انكر، انا كان نفسي at some point in my life اسافر كده، لكن ما بالطريقه دي، ما بالطريقه دي نهائي. انا ما كنت مستعده انه انا ادمر حياة زول ولا اعمل اي حاجة عشان انه انا اجي اليوكي، وكمان اجي يعني مشردة. انا حاليا مشردة. هو يقول لكم انه هي وحقوق المرأة وبتاع. هنا لو انت زول ما صاحب حق وزول ما عندك اثباتات بالصور والفيديو وبعد صورك وفيديوهاتك، عادي ممكن ما يقفوا معك. جيت هنا طيب وانا ما عندي اي طاقة لاي حاجة، ما عندي اي اخلاق لاي حاجة.
كل يوم شكل ورا شكل كان. فلما جيت هنا جيت بطاقة اللي هو أنا ما عندي نفس. هو كان هايدي مزعجة شديد، إنه أنا قلت له أنا محتاجة سبيس عشان أنا حرفيا ما كنت كويسة نفسيا. فهو كان تمام مع الحاجة دي، تمام. ده أول يومين. تالت يوم بدينا نشاكل في الموضوع، والموضوع ده يعني حساس شديد، ما ينفع يتنزل في السوشيال ميديا، وما صح انه تنزل في السوشيال ميديا. لكن انت مدام زول قذفتني طعنت في شرفي، تمام، انت زول ما بيفرق معك حاجة تانية، فيعني خلاص. لا حول ولا قوة الا بالله. اول يومين ما كان عندي اخلاق اني اكون زوجة صالحة، فهمتوا؟ بدأ يقول لي انتي وانتي وانتي، وهددني. قال لي انا حرست لك السودان وحرست لك مصر. قلت له طيب رسلني، انت الموقفك شنو؟ رسلني اسي، خليني ذاته امشي. وانا يا جماعة يعني بريطانيا دي ولا مرة شفتها، فانا ما اعرف اي حاجة. الناس اللي بتقول لي انتي مخططة للموضوع عشان كده عندك جرأة، والله العظيم انا لا مخططة ولا عندي اتفاق مع زول. وبالمناسبة نهاد اللي اتذكرت في الفيديو، هنجي للموضوع ده بعدين. طيب انا اضطريت اني اعمل حاجة انا ما عايزة اعملها للحظة دي، عشان يعني في اللحظة دي عشان انا حرفيا بقعد اتهدد ويتشال باسبورتي. الزول ده كان شغال في مدينة تانية غير المدينة اللي انا قاعدة فيها، كان بيشيل باسبورتي والبيت عنده مفتاح واحد. طيب كان مسكني في الكونسل هاوس بتاع صاحبه، استوديو. طيب متر في متر، ما مشكلة أنا والله ما كان عندي أي مشكلة مع الموضوع. أنا كان مشكلتي بس إنه الحتة يعني الكونسل هاوس ده في حتة الهوملس كانوا بيجي ينوموا تحت البيت ويكوركوا، وكان بيبولوا في الممر. فأنا حرفيا كنت يعني عايشة في اللي هو ده شنو، أنا مش مفروض عروسة، بس ما مشكلة. البيت كان عنده مفتاح واحد، كان بيشيله بيمشي بيه بريستول يشتغل. طيب وطول ما هو في الشغل المفتاح معاه، باسبورتي معاه. انا كنت في الحال ده اسبوع اسبوعين. ومنشنت سيرة الطلاق برضو في الوقت ده كذا مرة، انه انا ما عايزة استمر. بهديني بقول لي معلش دي مشاكل بتعدي. يعني حتى موضوع يعني انه الحاجة المعينة دي مضايقاني انا ما دار اعملها، كان بيقول لي بس عشان انتي مثلا موضوع جديد عليك وكده عشان كده انتي متضايقة. فانا كنت بقتنع بكلامه، تمام. لحد اللحظة ديك انا ما كان عندي مشكلة، لحد يوم حصلت المشكلة وانا خليت البيت، او بالاحرى البوليس جاء اخذني من البيت. البوليس ده اخذني من البيت ليه؟ انا رفضت انوم معه. طيب حقه الشرعي، لكن في حاجة اسمها منطق وعقل، تمام. المنطق والعقل بيقول شنو؟ انه يقول زول ما داير معاك حاجة، تمام، ما دايرة معاك، ما بالقوة، صح؟ ما بالقوة. قعد يشتم فيني. طيب قال لي انا مستحملك كتير، وانا كنت ماشية الحمام. طيب
قفل مني باب الحمام، قال لي ما بتخش الحمام، انت عايزة تكلم البوليس. وقسما بالله يا جماعة أنا ما كان عندي أي إني أكلم بوليس ولا أي حاجة، تمام. لكن أسلوبه حرفيا خلاني أعمل كده، وأنا أصلا ما كان عندي الفكرة في راسي. أنا زولة ما نفعت معك، تمام، من أول يوم على كلامك يا ميسرة إنه أنا بسكر. ليه ما يا أخ رسلت الأهلي؟ قلت لهم يا أخ والله يا عم عبد الله، والله نهلة دي ما بتنفع معاي، بتسكر 1 2 3، ما بتديني حق الشرعي 2 3 4 5 6 7. ليه انت ما كلمت ابوي؟ انت مش عرستني بموافقة اهلي ولا بالدس بموافقتهم، صح؟ انت ليه ما جيت قلت لهم نهلة دي 1 2 3 سكرانة ما بعرف شنو؟ ليه ما قلت لهم؟ ولا انت كنت ممشي الموضوع بهواك؟ طيب ولما خلاص فلت منك قلت تطلع وتتكلم؟ ما كلنا عندنا تلفونات، احنا ممكن نطلع نتكلم. لكن انا والله العظيم يا جماعة، والله ريبورتات البوليس دي كلها سحبتها. واليوم الجو اعتقلوه، ساقوني انا فيه. الاوفيسر قالت لي بالحرف عايزانا نعتقله. اقسم بالله انا قلت لا ما تعتقليه، قلت لا ما تعتقليه. الزول ده بس انا بس عايز امشي منه، انا ما عايز اضره، انا عايز امشي منه. والريبورتات كلها مفتوحة. كان في محكمة الشهر ده اتعملت محكمة غيابية من غيره عشان الموضوع مستعجل. انت لو بجد يعني عندك منطق ما تكلمت، ما كلمت اهلي قلت لهم يا اخ الزولة دي انا ما دايرة. البوليس اخدني من البيت على شلتر مؤقت في كارديف. طيب لانه البوليس قال لي احنا ده اخرنا، احنا بنحميك منه، لكن نوديك وين ونجيبك وين دي برانا. عشان انتوا هنا بتيجي تقولوا لي في الكومنتات، بيقولوا انه تدابير وفيمينست ودي اصلا مخططه وبتاع. انا عندي بلاغات بوليس حرفيا. والبوليس يا جماعه ما غبي، البوليس ما بيشتغل من غير دلائل. انا طلعت من البيت على شلتر مؤقت، ما عارفه امشي وين، ما عارفه اي مكان. صاحبتني هاد اللي هو منشنه في الفيديو دي كانت جوا كارديف، والله خجلت امشي لها. اقسم بالله نهاد دي لما اتصلت وعرفت هزأتني، قلت لي نهلة انتي ما كنت لاقي حته تبيتي فيها، ما كلمتيني جيتي قعدتي معايا ليه؟ لكن شنو، انا كنت مصدومه وفي نفس الوقت كنت خجلانه من نهاد واهلها. خجلانه امشي اقول لهم شنو، اقول لهم انا وين، انا حصل علي شنو، ما داري، ما كنت ادري التفاصيل لاي زول. فاخترت اني امشي لمنطقه بعيده تبع منظمه. انا تواصلت معهم شخصيا، شرحت لهم موضوعي، قلت لهم انا مشردة، حرفيا مشردة. لو على كلامك نمشي بالسيناريو بتاعك، لو على كلامك أنا متفقة معاهم من السودان، شبكة إجرامية، كلام غريب أصلا. أنا طلعت من كارديف، مشيت سوانزي. ليه أنا كنت مشردة في النص؟ ليه كنت هومليس في النص؟ وليه مشيت سوانزي ما أمشي إنجلاند؟ دي الشبكة الإجرامية بتاعتي. ليه؟ مشيت سوانزي دي
مكان في البلد اللي أنا كنت فيها اللي هي ويلز في يوكي ذاته. هو عرف محلي في سوانزي، تمام، ورسل لي واتصل بي وجا عديل جا سوانزي، وده كله وأنا بقول له أنا ما عايزة معك حاجة، خلاص خليني في حالي، تمام. ففي اللحظة دي أنا كل اللي كان في بالي إنه الزول ده حيقتلني، لأنه هو مهددني. يعني أنا قبل ما أطلع من البيت بيومين هو مهددني. لو أنا الزولة السكرانة المجنونة مطلوقة أي حاجة يقول عليها، ليه لحقتني لحد سوانزي وده كله وانت يا ميسرة ملاحقني؟ طلقتني بالثلاثة. أنا حتى بالأمارة أنا ما رديت لك، قمت مشيت رسلت لنشوى أختي قلت لها الزولة ده أنا طلقتها بالثلاثة، وصلوا لها، حصل سكرين شوتات قاعدة لحد اللحظة دي يا جماعة، تمام. لحد اللحظة دي لو أنا الزولة اللي هو بيقول عليها، ليه الزول ده ما طلقني؟ أو ليه ما خلاني؟ هو ما طلقني خلاص، ليه ما خلاني في حالي؟ ليه لسه ساكيني؟ والرسائل رسائل، الايميل غيرناه، الرقم غيرناه، اي شيء غيرناه، هو ما عايز يبطل يرسل لي. حرفيا انا عايشة مع 7 بنات، مع 6 بنات، انا السابعة. هو طبعا ما عارف اي حاجة عن الموضوع ده عشان دي قضية بتاعت domestic violence، فأكيد ما هيفهم. لكن أنا عايز أعرف الليفل بتاع الحقارة اللي أنت بتصل له كبني آدم عشان تقعد تخش في عرض زول أو عرض واحدة أنت في يوم من الأيام عشان طلبتها يدها من أبوها، وتحلف بالمصحف. شوف أنا وأنت هنموت زي ما أنت قلتها في الفيديو، أنا وأنت هنموت، ما خايف بالمصحف أنت بتحلف بيه ده؟ وشنو تبرئ ذمة وتبرئ ذمة؟ حرفيا أنا بحاول أهرب منك لي شهرين عشان ما تقعد تلاحقني وكلام وبحبك تعالي بليز، تعالي بليز. أنا ما كنت برد، بقيت برد مع إنه دي حاجة ما مفروض أعملها. بقيت برد بقول له ميسر خليني في حالي، خليني في حالي، خليني في حالي. عمل 1,000,000 فيك أكاونت، 1,000,000. دخلي بحساب بت فيك، أنا صاحبتك وأنا 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 عايزة أرسل لك جفت، والله بكل حسن نية. طبعا أنا ما مسمح لي أدي الأدرس بتاعي، تمام، لأي شركة شحن، تمام. فعندي صاحبي محمد هنا في اليوكي، قلت له استلم لي الباكج، في واحدة بعت لي هدية، قام هو شال الأدرس دي كده، شال الأدرس، مشى شيرت هاوس بتاع محمد، بقى يزهجهم، ما عندهم أي دخل، يقول لهم أبعدوا من نهلة، بيرسل لمحمد بيقول له أبعد من ماي وايف. انت الزولة دي مش طلقتها؟ الزولة دي مش طلقتها انت؟ معانا تاريخ الرسالة، يعني فرضا كلامه صح، تمام، فرضا أنا متفقة whatever، انت مالك يا أخي؟ أنا اتطلقت بعدك ولا هو خوض في الأعراض بس؟ وين دليلك؟ أنا هنا في البيت اللي أنا ساكنة فيه ده
عندي ثبت سكن، تمام، عندي اثبات بتاع سكن. صوت البنات هنده في الباك جراوند، عارفه اذا سامعين ولا لا. انت اثباتك شنو ان انا عايشه هناك؟ اثباتك شنو؟ يعني بتقذفني باي اساس يا بني ادم؟ باي اساس انت بتقذفني وبتشتم ناس ما عندهم اي دخل اتضرروا بسببك؟ هقول بسببي لانه انا الموضوع ده كان يعني هو زول كبير وعاقل، ويعني يتحمل. 2 ما عندهم اي دخل اتضرروا بسببك. نهاد ذنبها الوحيد انها وقفت معاي وخدتها انه هي شنو، هي المحرشاني وهي اللي هي. وانا نهاد دي اصلا لما جيت هنا حتى رسلت لها وانا عرفت انه هي في كارديف بالصدفة، عرفت انه هي في نفس الحتة اللي انا حكون نازلة فيها. بتين لحقت اسكر معاها في وجودك، 200. يا هما اليومين اللي انا مشيت لهم في البيت سكرت وجيت. يا اخي انت ما زول كبير واعي بتعرف تفرز الزول السكران من الصاحي؟ اثباتك شنو ان انا سكرت مع نهاد؟ طلع اثباتك شنو ان انا سكرت مع نهاد؟ ولا هو كلامه بس؟ نهاد ما عندها اي دخل يا جماعة. لو انتوا حاضرين الفيديو ده لحد هسي وما مصدقيني ما مشكلة، اردموني، ما مشكلة، دي حياتي، والحاجات الحاصلة دي كلها دي حاصلة في حياتي أنا. لكن نهاد ما عندها أي دخل والله العظيم. محمد والله العظيم ما عندهم أي دخل في الحاصل ده. ميسرة انت بس حرقاك الحتة بتاعت انه أنا طلعت وسبت البيت، لأنه دي طبعا لو في مصر والسودان انت كان دقيتني وشوهتني وانت عايزني انا ارضى بحاجة زي دي. لا طبعا انا ما بقدر ارضى بانه اتهدد ويتلوي يدي والكلام ده، وانا حرفيا جاية من ام واب ما شفت منهم الا الخير، تمام، وما قصروا. بعيدا عن الدراما الحاصلة دي كلها الناس قاعدة برضو تشتم في اهلي، مع انه يا جماعة انتوا ما عندكم ولا دليل واحد بكلام هو بقوله ده. يقول لي هو حلف مصحف. يا جماعة الناس تشغل مخها شوية، الناس تشغل مخها شوية. في ناس بتحلف زور في المحاكم، في ناس بتخطى قدام المصحف بتحلف زور. انا ما عندي اي تفسير منطقي للكلام اللي قلته ده، لكن اسي خلاص بعد ما اقتنعت انه انا ما عايزاك، او خلاص بجد الفكرة انا عارفة الفكرة صعبة بالنسبة لك، بجيت تطلع وتشوه تشوه 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 تشوه. عموما يا جماعة القصة دي كلها قصة عمله هو، تمام، وما طايقاني. ممكن يكون لي أسباب زي إني ما بخضع للدفتر بتاع البت السودانية المثالية، يمكن عشان ما محجبة وعشان بنزل في السوشيال ميديا. طبعا ده رأيكم، أنا ما عندي أي مشكلة في الرأي ده، تمام، لكن كونكم يا جماعة تتغاضوا الحاجات دي كلها وتصدقوا موضوع القصف، موضوع التشهير بأصحابي، موضوع التشهير بي أنا، عشان لمجرد إنكم مختلفين معي في شوية حاجات، يعني انتوا بتفتكروا إن أنا أستاهل، تمام، الحاجات دي كلها عشان
انتوا ما متفقين معي في الحاجات المعينة دي، عشان هو حلف بالمصحف. عموما لو لحد هسي ما صدقتوني ولا كان صلاة اتواصلت او whatever، انا مع زي ما يسرى ده عندي رب، صح ولا ما صح؟ لو انا ظالمة الله حيجيب له حقه، لو هو ظالم الله حيجيب لي حقي، تمام. لكن من حقي كان انه اطلع واتكلم، عشان الموضوع بدأ يمس ناس براي، يعني برا عني.